مرحبا بكم في فيديو جديد. لكن قبل البداية من فضلكم ادعمونا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، فقد تعرضت قناتنا السابقة للغلق، وذلك عن طريق التبليغ من قبل المغرب. والآن ننتقل إلى الخبر. أجرى الجيش الجزائري تحديثا هائلا لمدرعة BTR-80 الروسية، وذلك حتى تستجيب وتتلائم أكثر مع الطبيعة القتالية للجزائر، تماشيا مع التطورات والمتغيرات التكنولوجية الراهنة. وقال موقع سبوتنيك الروسي أن الجزائر زودت المركبات القتالية ذات العجلات بسلاح إضافي يمثل أحد أقوى أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات في العالم، كورنيت، القادر على تدمير جميع الدبابات الأجنبية المتاحة حسب صحيفة غازيتا الروسية. وأوضح ذات المصدر أنه يمكن لمثل هذه الصواريخ الموجهة التي يصل مداها إلى 8000 متر اختراق ما يصل إلى 1300 ملم من الدروع، معززة بحماية ديناميكية مضادة للتراكم. بالإضافة إلى المركبات الأرضية، من الممكن أيضا تدمير الطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض والمروحيات والطائرات